السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم كيكه بارده ديال الطبقات بالفراوله اللي كتجي رائعه البنات، لا في المذاق ولا في الشكل. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يشترك عندي وخلي لي واحد اللايك وشي تعليق يكون زوين، واللي عجبته الوصفه ما ينساش يبارطاجيها مع الحباب. وشكرا لكم بزاف، وخليكم مع المقادير. وهنا بالنسبه للمكونات غادي نحتاج 2 بيضات، ونصف كاس ديال السكر، ونصف كاس ديال الزيت، ونصف كاس ديال الحليب، وزوج كيسان ديال الفورس. هنا راني مغربلاه الفورس، وزوج ارزه حمر، واحد نص حامضه غادي نعصرها، يعني هكذا غادي نعصرها من فوقهم. وبالنسبه للطبقات غادي نحتاج واحد دانونه ديال الفراوله، وواحد فلويه ديال الفراوله، وواحد الكميه ديال الفراوله، والنشا والحليب. هنا النشا اولا كريم باتيسيال، يعني اللي متواجد عندكم في الدار. بسم الله على بركه الله. هنا غادي نضيف السكر، وغادي نضيف الزيت، ونضيف 2 بيضات، وغادي نعصر عليهم ديك نص حامضه، وغادي نخلطهم مزيان بالخلاط كهربائي او خلاط يدوي، غير بحال بحال. هنا غادي نضربهم مزيان، ونرجع معكم باش نكمل المكونات. وهنايا من بعد ما طربت مزيان البيض وكلشي وطلع كيف كتشوفوا هكا، يعني صافي طربتهم مزيان. هنا غادي نضيف الكاس الاول ديال الفورس. هنايا البنات الفورس راه عندي مغربله، ضروري الفورس تغربلوها. وصافي هنا غادي نضيف عليها 2 ديال الارزه حمر، وغادي نخلط مزيان. وغادي نضيف الكاس الثاني ديال الفورس. وصافي البنات هنا خدات ليا 2 كيسان ديال الفورس، العبار بالكاس ديال العنبه اولا شي كاس اخر اللي غادي تعبروا به الزيت وكلشي، بتعبروا حتى الفورس واخا ما كانش الكاس ديال العنبه. ايوا صافي هنا البنات انا الليمون هنايا دهنته بالزبده ودرت من فوق الفورس. صافي هنايا البنات غادي نختاريت هذا الليمون، وانتم اي مول كان عندكم. صافي هنا البنات غادي ندخلها الفران على نار مهيله، ونرجع معكم من بعد ما غادي نخرجها من الفران. نرجع معكم هنايا البنات من بعد ما خرجت الكيكه، دازت 45 دقيقه، خرجت الكيكه من الفران، حطيتها على جانب. هنا غادي نصاوب الطبقه الاولى. هنايا البنات هاد الكاس كاس ديال الحليب، وهنايا طحنت في داك الكاس ديال الحليب طحنت فيه درت 6 ديال الحبات ديال الفراوله، طحنتهم مزيان وصفيتهم في الصفايه. وغادي نضيف عليهم 2 كيسان ديال الحليب، يعني هنايا بحال درت 3 د الكيسان ديال الحليب، واحد الكاس طحنت فيه الفراوله صفيتها، وزوج كيسان ضفتهم. وغادي نضيف 2 معالق ديال النشا كبار، وزوج معالق ديال سنيده، 2 معالق ديال السكر. ايوا وصافي البنات هنا نديرها من فوق البوطه حتى تطبخ مزيان، ونديرها من فوق الكيكه. ها هي البنات الكيكه كيف كتشوفوا البنات من خرجتها من الفران. شوفوا كيفاش جات هشيشه من الداخل، شوفوا كيفاش كتبان. وهنايا البنات الكيكه انا ما خداتليش كاع ما سقيتها ما والو. اللي بغات تسقيها البنات تسقيها. هنا غادي نخوي فوقها هاد الاخر الخليط. هنا صافي غادي نخوي من فوقها. صافي هكا حامي، راكم عارفين النشافيسه كتعقد. ايوا صافي البنات غادي نخوي فوقها الطبقه الاولى، غادي خويتها من فوقها. صافي غادي نحاول نساويها بالمعلقه هكا، نساويها مزيان باش ما تجينيش واحد الجهه طالعه واحد الجهه هاوده. ايوا صافي البنات هكا كيف كتشوفوا دوك الحبيبات البنات راه تاع الفريز تاع الفراوله ملي طحنتها بقاو فيها دوك النقط، واخا صفيتها. ايوا صافي هنايا البنات غادي هنايا الفريز قطعته على شكل مدور. وصافي هنايا كنت دريت من فوق السكر باش يتعسل شويه. وصافي غادي نمشي على هاد الطريقه، غادي نديرو فوق الكيكه هكا، ندورو كامل حتى نعمر كامله الكيكه، ندير من فوقها الفراوله ونرجع معكم. وهنايا من بعد ما ساليت ستت من فوقها كامله الفراوله. هنا غادي نخليها ترتاح، وهنايا غادي ندوز باش
باش نصاوب الطبقة الأخرى. هنايا البنات، هنايا درت 2 معالق ديال السكر، وواحد فلوية ديال الفراولة، وهنايا غادي نخلط مزيان، وزدت عليهم واحد المعلقة صغيرة ديال النشا. غادي نخلط مزيان، وغادي ندير كاس ونصف ديال الحليب. هنا غادي ندير دابا كاس، وفي الاخر غادي نزيد نص. المهم درت كاس ونص ديال الحليب. ايوا صافي غادي نضيف عليها ونخلط مزيان، ونديرها من فوق البوطه حتى يغلى الحليب، يجي طالع كما كنديروا الفلو. ايوا صافي البنات، غادي نخليها تبرد شويه حتى ترتاح شويه تبرد عاد، ونزيد من فوقها دانونه باش هكا ما يتقطعليش الحليب. ايوا صافي البنات، هنا غادي نديرها من فوق البوطه حتى تغلى مزيان. صافي تجي يعني صافي تجي صافي يفيض الحليب، وغادي نطفي عليها ونخليها تبرد واحد شويه وندير دانونه. وهنايا من بعد ما خليت يبرد شويه الحليب هنايا زدت فوقو ديك دانونه. وصافي هنايا البنات غادي نسبق واحد المعلقه هكذا كيف كتشوفوا، هي قبضت الطبقه الاولى، وانا غادي نخوي من فوقها هاد الطبقه، نبقى نحرك ونخوي. ايوا صافي البنات، غادي ندخلها للثلاجه على حساب ساعه اولا 2 سوايع. الا كانت عندكم الوقت تقدروا تخليوها حتى ليله كامله. نولي معكم في الطبق النهائي. وهي البنات الكيكه ديالنا وجدات من بعد ما خرجتها من الثلاجه ودرتها في هاد الطبسيل. هنايا كتشوفوا كيفاش جات البنات، الصراحه كتجي رائعه البنات. هنا زينتها بالفراوله، وهنايا واحد الوريطه كانت عندي زينتها بها. وهنايا البنات درت من فوقها شويه ديال نوار كوكو. كيبقى اختياري التزيين، كيبقى باش ما بغيتوش، باش اللي متواجد عندكم في الدار او لا، كل واحد والاختيار ديالو. تقدروا تزينوها بالشوكولات او لا باي حاجه. وهنا البنات غادي نقص واحد المورسو معاكم، وغادي تشوفوا كيفاش جات من الداخل. الصراحه البنات كتجي رائعه البنات. جربوها البنات وردوا عليا في التعاليق. غادي تجربوها، غادي تولي معتمده عندكم، تبقاو تصاوبوها. ايوا هنا البنات الصراحه البنات جات رائعه. وهيا البنات شوفوا كيفاش جات من الداخل. الصراحه البنات جات رائعه. جات العجينه ديالها خفيفه، وجاو الطبقات من فوقها قابطين. وكيف كتشوفوا هكا البنات، جات الفراوله فيها لداخل. جات الصراحه البنات جات رائعه. كنتمنى البنات تجربوها وتخليو لي شي تعليق يكون زوين بحالكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعة. وشكرا لأي واحد وصل حتى وصل حتى لهنايا. اللي وصل حتى لهنا ما ينسانيش بشي تعليق يكون زوين. وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم الى فيديو قادم. شوفوا البنات كيفاش جات من الداخل، جات قابطه البنات، الصراحه جات بنينه. شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم الى وصفه قادمه ان شاء الله.